عزيزي المشاهد اللي على الحديدة، اهلا بيك في حلقة جديدة. لو انت رايح تشتري شاشة جديدة، استخدامك مش ميزانيتك في المقام الاول اللي هيحدد انت محتاج انهي شاشة بالظبط. لو انت جرافيك ديزاينر او فيديوجرافر هتحتاج شاشة الوانها ممتازة، انما لو انت جيمر محترف هتجيب شاشة سريعة بغض النظر عن جودة الالوان. انما لو انت جيمر كاجوال زي كده هتجيب شاشة تجمع ما بين الالوان الكويسة والسرعة الكويسة. ماذا بقى لو قلت لك ان شاشة النهاردة فيها كل حاجة حرفيا ومجازيا عقلك ممكن يفكر فيها؟ هتقول لي يا عم دي اكيد سعرها معدي الفلنكات. على حسب المواصفات اللي بتيجي بيها هي غاليه، انما بقى لما تقارن ما بينها وبين الشاشات التقليديه بنفس المواصفات، وهنا دي احسن منهم كلهم بكل المقاييس، تعتبر اكتر من ممتاز. انا لو قلت لك الكلام ده وسكت اكيد مش هتقتنع بيه. يعني هي احسن شاشه مثلا عشان ايه؟ من MSI، ولا عشان 27 بوصه على ريزولوشن 2K، ولا يمكن عشان جايه بتردد 360 هرتز مع دعم للفري سينك اللي شغال مع كروت انفيديا، بتطلع وتنزل تروح شمال ويمين وتلف معاك شمال ويمين. معلش يعني دي كلها حاجات بقى عادي جدا تسمعها وتلاقيها في شاشات كتيره جدا، بس مش دي الحاجات اللي في الحقيقه بتميز شاشه النهارده. انما اللي بيميزها انها اوليد، وعشان تفهم الاوليد وليه الجلل الكبير حواليها محتاج تفهم ازاي الصوره اللي قدامك دي بتتعمل. بايجاز شديد جدا الانواع اللي اكيد كلنا قابلناها، CRT اولا او الشاشه ام كرش، ودي كده كده دخلت بيوت المصريين كلها ولسه في ناس بتستخدمها لحد دلوقتي. والشاشات LCD او LED واللي نعرفها بالشاشات المسطحه، والجديد منها اللي بقى الاوليد. انا هاخد LCD والLED والاوليد واتكلم عنهم باختصار شديد لان دولت الانواع اللي منتشره حاليا. LCD والLED تكوينهم عباره عن مصدر ضوء المفروض انه بيكون ابيض، بعد كده الضوء ده بيعدي على شرايح او بليتس او لايرز. اللايرز دي حاجه كده عامله زي الفلاتر، مهمتها باختصار شديد جدا انها توجه الضوء في مكان معين وتعمل ترشيح للضوء او تنقيه للضوء. ده الجزء الاولاني اللي اسمه الباك لايت. بعدها الضوء بيعدي على لاير اسمها بولارايزر، بيكسر الضوء باتجاه معين وليكن مثلا بشكل افقي عشان يخش على شيت تاني اسمه اصعب شويه، هكتبه لك تحت، بس تقدر تقول ان ده شيت من اشباه الموصلات اللي بيمثل دقه العرض او الريزولوشن. دي النقطه اللي بيعدي منها الضوء، او زي ما تقدر تقول كده البكسلز في شكلها المادي. بعد كده الضوء بيعدي على شيت تاني اسمه ليكويد كريستال، وده اهم عنصر في الشاشات LED والLCD. الليكويد كريستال ماده كيميائيه في حاله سائله شديده الحساسيه للاشارات الكهربائيه. دي تقدر تعتبرها البوابات اللي بتسمح بمرور الضوء بكميه معينه عن طريق الاشارات الكهربائيه اللي جايه من كارت الشاشه، اللي بيحدد قد ايه ضوء يخش لصب بيكسل معينه في الكالر فلتر. الكالر فلتر او البانلز بتكون عباره عن البيكسلز اللي فيها الثلاث الوان الرئيسيه، الازرق والاخضر والاحمر او اللي تعرفه بالRGB، وبعدها بولورايزر اخير بيكسر الضوء بشكل راسي مثلا عشان تطلع الصوره اللي انت بتشوفها قدامك. الكام ثانيه دولت ببساطه شديده جدا ازاي الشاشات المنتشره بتشتغل. ده التسلسل الاساسي اللي بتاخده اي شاشه LCD او LED عشان تبان لك الصوره اللي بتشوفها حاليا قدامك. في الاوليد بقى بنشيل كل الكلام اللي فات ده كله، بنجيب استيكه كده وبنمسح على الباك لايت واللايرز والبولورايزر اللي قدام الباك لايت او بعد الباك لايت والكالر فلتر بتاعنا، لان هنا البكسلز نفسها بقت هي مصدر الضوء نفسه. كلمه اوليد ده اصلا اختصار لكلمه اكبر منها اسمها اورجانيك لايت ايميتنج دايود. ده المعنى الحرفي او اسم الماركتنج، لكن الفكره نفسها اسمها سيلف لايت ايميتنج دايود، بمعنى ان الدايود هنا اللي هي البكسل بتنور بنفسها، فبتبقى هي مصدر الضوء واللون في نفس ذات اللحظه. فبدل ما بيكون عندي مصدر ضوء ممكن يكون غير نقي ومراحل كتيره، واحده منهم تنقيه الضوء من اي شوائب ناتج عن مصدر الاضاءه، فانا في الاوليد هنتج الضوء ده بنفسي بالالوان الاساسيه او عن طريق الالوان الاساسيه. ده هيديك شويه حاجات مش هتلاقيها في الشاشات العاديه. اولا مراحل انتاج الصوره بقت قليله جدا، بالتالي الزمن اللي بتاخده الشاشه عشان تنتج الصوره او الوقت اللي بيسافروا الضوء عشان اخر مرحله وتغيير البكسل من لون للون هتكون قليله جدا. ده هيسمع معاك في حاجه اسمها زمن الاستجابه، عشان كده عادي جدا تلاقي شاشات الاوليد زمن استجابتها زي اللي معانا هنا 0.03 ملي سكند. ثانيا هيديك تشبع غير طبيعي ودقه في الالوان، لان البكسل نفسها بقت مصدر الضوء، والبكسل ما هي الا الثلاث الوان الرئيسيه، بالتالي الاشاره اللي رايحه من كارت الشاشه هي الاشاره اللي هتظهر لك. عشان كده مش غريب انك تلاقي مستوى انحراف الضوء دايما دلتا اي اقل او يساوي 2، ودي درجه انحراف قليله جدا. ثالثا بقى والاهم اللون الاسود اللي هنا هيكون اسمه الترو بلاك، بمعنى انك هتشوف لون اسود زي ما بيقول الكتاب، مفيش بقى نور جاي من بعيد او نور ضعيف او الباك لايت منوره ولا لون بتنجاني ولا مايل للازرق، مفيش بقى الكلام ده خالص، لان اصلا مفيش انحراف للاضاءه، لان اساسا البكسل ما بتنورش في الاماكن المظلمه. الاوليد نفسها في منها انواع، الانواع دي اما محاوله لزياده البرايتنس بتاع الشاشه زي الدبليو اوليد، وهنا بنستخدم مصدر ضوء ابيض
ابيض وبيكسلز بيضاء مع البيكسلز الاساسيه، وهنا بيكون اسمها WRGB. والجديد منها اللي موجود في شاشتنا النهارده هو الكوانتم دوت اوليد او QD اوليد. ببساطه احنا بنشيل البولورايزر بتاعنا فمفيش اي انكسار للضوء، فانت بتشوف البيكسلز بالعين المجرده حرفيا، ما بيمنعكش عنها الا طبقه الازاز اللي قدامها، ودي حمايه مش اكتر. وبنحط طبقه او لير بتنور باللون الازرق عشان تزود من تشبع الالوان بالاخص في اللون الابيض، وكمان ترفع من مستوى البرايتنس بتاع الشاشه. ولو خدت بالك العمليه الاخيره دي قللت اكتر من عمليه انتاج الصوره، عشان كده طبيعي جدا تلاقي زمن الاستجابه في الشاشه دي 0.03 ملي سكند. غير كده كمان ان الشاشه نفسها رفيعه جدا، والجزء الضخم بس فيها هو الكونسول او زي ما تقدر تقول الكمبيوتر اللي بيتحكم فيها، ومع ذلك الشاشه مش خفيفه. الفريم من المعدن عشان يحافظ على الشاشه ويكون جزء كمان من دايره التبريد. الشاشات الاوليد ليها اوبريتنج تمبريتشر او زي ما تقدر تقول كده درجه حراره معينه للتشغيل، ما ينفعش تزيد او تقل عنها، عشان كده محطوط جوه الشاشه طبقه من الجرافين عشان درجه الحراره تفضل في الوضع المثالي ليها. MPG 271 QRX بحجم 27 بوصه بريزولوشن 2K او 2560 في 1440. تقدر تعتبر ان ده الحجم المثالي للريزولوشن ده اللي بقى التارجت بتاع الكروت المتوسطه والشاشات كمان المتوسطه. في منها نسخه ثانيه اعلى 32 بوصه بريزولوشن 4K وترددها 240 هرتز وزمن استجابه 0.03 ملي سكند. انما شاشتنا هنا 360 هرتز بنفس زمن الاستجابه، وده تقدر تعتبره اقل زمن استجابه ممكن تلاقيه في شاشه العاب. وده بيرجع للقصه الطويله اللي لسه حكيها لك من شويه. انا من فتره ابتديت العب مود الزومبيز في مودرن وورفير 3. المود ممتع جدا وانصحك انك تجربه. المود ده متقسم لخريطه فيها زونز، كل زون الزومبيز فيها قوتهم وسرعتهم مختلفه، والسين نفسه مختلف مايل للالوان الغامقه اكتر كل ما طلعت للزون الاعلى. بعد ما تفهم اللعبه ماشيه ازاي وبتروح وتيجي منين، هتبدا بعد كده من زون 3 اللي هي اصعب زون في اللعبه. الزون دي مظلمه اكتر من التانيين خصوصا في بعض الاماكن اللي بتخلص فيها بعض المهمات. انا شاشتي الاساسيه IPS LED للاسف ما عندهاش القدره انها تعرض الترو بلاك او الديب بلاك، عشان كده بيبقى صعب احيانا اني اميز الوحوش في الزون الثالثه وفي الاماكن المظلمه بالاخص، لان الشاشه العادي بالنسبه لها انها ما تفهمش يعني ايه لون اسود، فزي ما تقدر تقول كده بلوش في الشاشه عشان انا مش شايف. على العكس في شاشه MSI الاوليد شايف لون اسود صريح، وشايف في نفس الوقت الكاركترز الثانيه، قادر اميز كل حاجه بتحصل قدامي على الشاشه في اكتر الاماكن المظلمه، وكل ده من غير ما يكون عندي زمن استجابه عالي ويكون في بقى جوستنج او موشن بلور، المشاكل بتاعت زمان. ويمكن دي هي اهم ميزه في شاشات الاوليد، الوان اكتر من ممتازه ومع ذلك زمن استجابه اقل ما يمكن. الشاشه هنا للمره الاخيره جايه بزمن استجابه 0.03 ملي سكند من نوع جراي تو جراي، الاقل والاسرع في شاشات الالعاب. والرقم ده مش بس بيخليها شاشه سريعه جدا جدا، ده هيخليها البوصله للبرو بلايرز اللي هتكون عينيهم دايما عليها. عشان كده تردد 360 هرتز واكتر كمان ممكن تقول ان دي ارقام عاديه جدا تسمعها في الشاشات الاوليد. تقدر تقول ان الشاشات الاوليد بتحط معيار جديد، معيار خالي من كل التشوهات اللي متعودين عليها في الشاشات التقليديه، او تقدر تقول كمان انها تجربه بلا اي تنازلات. التحكم في اعدادات الشاشه عن طريق الجويستيك، وفيها اعدادات كتيره تقدر تغير ما بينهم، وشكل لوحه الاعدادات نفسها مختلف عن اللوحه التقليديه من MSI. اهم حاجتين في الاعدادات انك تقدر تتحكم فيهم عن طريق سوفت وير كامل من MSI اسمه جيمنج انتليجنس. سوفت وير بيتحكم في كل حاجه في الشاشه بشكل سريع واستجابته لحظيه، حتى RGB اللي في ظهر الشاشه. وعاوز اقول لك انه كربونه من اعدادات الشاشه نفسها، ما بيشتغلش الا لو هتشغلها عن طريق USB Type C لو انت مثلا شغال على لابتوب، انما لو هتوصلها عن طريق HDMI 2.1 او الديسبلاي بورت 1.4 مش هيشتغل معاك. فانت محتاج توصلها اما عن طريق USB Type C عشان يشغل الهب بتاع USB ويقدر يشغل كمان البرنامج، او توصل كابل USB اللي شبه كابل البرينتر عشان تشغل الهب والسوفت وير. وبالمناسبه ما بيجيش معاها الا كابل HDMI 2.1 وكابل الباور. لو هتشغلها على كونسول فانت هتاخد 120 فريم، لان اصلا في مود خاص بالكونسول موجود جوه السوفت وير. تقدر تعمل عن طريق السوفت وير فقط لا غير ابديت فيرم وير للشاشه، والسبب هو ان الشاشه فيها زي ما تقدر تقول كده ذكاء اصطناعي او AI زي كل حاجه دلوقتي بقت موجوده. هو مهمته انه ياخد باله من شويه حاجات ممكن تضر بالشاشات الاوليد، والضرر الوحيد في الشاشات الاوليد هو البيرن ان. البيرن ان هو مشكله تحسها لازقه في الشاشات الاوليد وخوف منها. ببساطه البكسل لو بتفضل شغاله على حاجه معينه لون ودرجه معينه لفتره طويله زي مثلا اللوجو والتاسك بار وثابته عليه، مع طول الفتره البكسل بتفضل مشغله الحاجه دي او بتبدا تطبع على الشاشه. الاي اي هنا في الشاشه مهمته انه ياخد باله من اللي معروض على الشاشه. لو الحاجه دي اتعرضت اكتر من مره يطلع لك نوتيفيكيشن ويقول لك خلي بالك الشاشه بقالها فتره شغاله على الوضع ده، او شغاله على الصفحه دي، او شغاله على البرنامج ده. بجانب كده ان في حاجه اسمها بانل اكسكيوت، ده تقدر تعتبره بيعمل ريست للبانل نفسها. المفروض انت بتعمله كل فتره او لما الشاشه تقول لك. كل ده عشان يحافظ
تحافظ على الشاشه من ظهور مشكله البيرن ان ربنا كرمك ان شاء الله وقدرت ان انت تشتريها، هتلاحظ زي خط كده ابيض صغير جدا بيظهر ويختفي فجاه في جزء من الثانيه. دي حاجه اسمها بيكسل ريفرش او بيكسل شيفت. تقدر تقول كده ان الشاشه في جزء من الثانيه بتعمل ريفرش للبيكسلز عشان تقلل من ظهور البيرن ان. ومع ان البيرن ان يعتبر عيب خطير في الشاشات الاوليد، وانه جزء لا يتجزأ من الشاشات الاوليد، وظهوره قل عن زمان او عن بدايه انتشار الاوليد، لان MSI بتضمن الشاشه لمده 3 سنين ضد عيوب الصناعه ومن ضمنهم البيرن ان. فعاوز اقول لك ان MSI من اولى الشركات اللي بتدي ضمان على البيرن ان وبتعتبره كعيب صناعه، مع انه مش عيب صناعه، هي زي ما تقدر تقول كده ريسك المنتج، زي ما تشتري تليفون غالي وريسك انه يقع منك وتتكسر الشاشه بتاعته او يتكسر الظهر بتاعه موجود. سعرها هو $799 على حسب ما لقيت بره مصر، لانها للاسف لحد دلوقتي ما هياش متاحه في مصر، بس قريب جدا هتكون متاحه، والله اعلم بقى يكون سعرها وقتها كام. قد تعتقد ان الرقم ده غالي، ولكن لما جيت بصيت على شاشات بنفس المواصفات زي التردد والريزولوشن، وطبعا راعيت انها تكون IPS عشان تكون الوانها كويسه، واقل ريسبونس تايم كان موجود كان 1 ملي سكند، لقيت ان شاشه MSI سعرها ارخص بكتير مقارنه بشاشه ثانيه كان في فرق سعر يوصل ل $200. تخيل معايا شاشه الوانها احسن وتقريبا كل حاجه فيها احسن يكون سعرها اقل من الشاشات العاديه، فسعرها مش غالي، بالعكس سعرها عادي جدا، وده المتوقع لان مع بدايه الانتشار والتعميم للشاشات الاوليد بالاخص في الفئه الاستهلاكيه منها، ومع التطوير المستمر اكيد هنلاقي شاشات سعرا اقتصاديه اكتر. وزي ما انت شايف الوانها حلوه جدا وتجربتها ممتازه جدا، وفعلا اي حد هيشوفها سواء كان ليه في الشاشات او ملهوش يعني ما يعرفش اصلا ان في انواع ودقه عرض والكلام الكبير ده كله من بصه واحده، ومن اول بصه كمان هيقول لك ان الوانها حلوه جدا. انا كان ممكن اقول لك ان الشاشه كويسه وارص لك المواصفات تحت بعض اللي هتلاقيها في اي شاشه تانية لانها مواصفات قياسيه واللعب فيها ما بيبعدش كتير، واقول لك عجبني فيها كذا وما عجبنيش فيها كذا وشكرا على كده. لكن انا مؤمن ان الشاشات الاوليد الفتره اللي جايه ظهورها هيكون اكتر، فلما هتشوفها قدامك تقول ان في ايه قال لي هي الشاشات دي كويسه ليه ومنين جايه على فين. فما تنساش بقى اللايك لو الحلقه عجبتك، ورايك تحت في التعليقات، وتشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.